سألت نفسك قبل كده هو إيه اللي بيحصل بعد الإنسان ما بيسلم روحه؟ إيه اللي بيواجهه أول ما يخرج من الدنيا؟ هل القبر ظلمة ووحشة ولا راحة وسلام؟ القرآن بيحكي لنا الرحلة كاملة من أول لحظة خروج الروح لحد يوم البعث. في الفيديو ده هنتكلم بأدلة من القرآن الكريم مش من القصص والروايات. أول حاجة عن خروج الروح. القرآن الكريم وصف اللحظة دي بدقة شديدة. ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وفي المقابل قال عن المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لحظة الموت دي هي بداية الرحلة مش نهايتها. بعد خروج الروح الإنسان بينتقل لعالم جديد اسمه البرزخ. ربنا قال في سورة المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ده عالم مش زينا، في حياة لكن مش الدنيا اللي احنا نعرفها، في نعيم وفي عذاب. ربنا قال في سورة غافر بسم الله الرحمن الرحيم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني العذاب بيبدأ من البرزخ نفسه قبل يوم القيامة. في المقابل أرواح المؤمنين بتبقى في راحة وسكينة. قال الله تعالى في سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم تأتي اللحظة اللي الكل منتظرها، هي لحظة البعث والخروج من القبور. قال الله تعالى في سورة الزمر بسم الله الرحمن الرحيم: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هي دي بقى لحظة البعث. ساعتها كل واحد هيقوم من قبره على الحقيقة اللي اختارها بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم سورة المعارج: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وهيبدأ الحساب والعدل الكامل من رب العالمين. في النهاية القبر مش نهاية القصة، ده أول باب للآخرة. ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. استعد للقاء ده من دلوقتي، مش بالخوف لكن بالقرب من ربنا وبالعمل الصالح اللي يخلي أول لحظة في قبرك هي أول لحظة راحة حقيقية.